اختي الكبيره بتقلل مني ومن مشاعري ومش بتحترمني لدرجه اني ما بقتش متقبله منها اي كلمه. هي دي طريقتها وانا بعاتبها كتير بس كانت بتهاجمني. هي شايفه ان ده الصح. اتصرف معاها ازاي بطريقه ترضي ربنا لاني نفسي بتصعب عليا وبعيط كتير بسببها؟ ربنا يقويكي ويعينك، وده اختبار انت مسيره فيه انه موجود في حياتك ومخيره في رد فعلك معاه. الانسان مسير ولا مخير؟ مسير في اشياء خارج نطاق سيطرته لكنه مخير. كيف يفهم هذه الاشياء ويتصرف معها؟ وده اللي هنتحاسب عليه. انت مش هتتحاسبي ان اختك بتتنمر عليكي او بتقسو عليكي، انما انت هتتحاسبي على تفهمي ده ازاي في اقدار الله وتتعاملي معاه ازاي. وانا عايز ابص للموضوع من حته ايجابيه شويه اتعلمناها في البوزيتيف سايكولوجي واحنا بندرسه، وتعلمناها في الايمان بالقضاء والقدر واحنا بنذاكر عقيده مع العلماء. ان الاشياء اللي بتحصل في حياه الانسان كلها بتدل على الله، وكلها وراها اشياء ايجابيه. هذه الاشياء الايجابيه لو فهمها الانسان بينمو. انت بتتمرني مع اختك على سيتنج الباوندريز، كيف تضعي حدود صحيه للابقاء على العلاقات. لان الست دي لو غريبه مش اختك كانت لما تاذيكي كنت هتقطعي علاقتك معاها وتعتزلي ما يؤذيكي، وده صعب جدا مع اختك. فانت عايزه تحافظي على العلاقه، وده تعريف الهيلثي باوندريز، الحدود الصحيه. اني اضع حدود صحيه برغبه الحفاظ على العلاقه، بنيه الحفاظ على العلاقه. انت محتاجه تعملي خطوتين. الخطوه الاولانيه انك انت حتى لو عملتي كده تعمليه تاني بس بهدوء، وتقولي لها 1 2 3. انت لما بتقولي لي بتتنمري عليا بشكل او بتسفهي من مشاعري، ده بيجرحني وبيحسسني ان انا ماليش قيمه. اتكلمي عن مشاعرك، مش تتكلمي عن سوء ادبها. لو قلت لها ده قله ادب منك وده اعتداء منك وده سخافه منك ودي غلاسه، الكلام اللي بيتقال بينا وبين بعض اخواتي يعني، ودي اهانه منك، هي هتتقلب على الديفensive مود، تبقى عايزه تدافع. لكن لما تقولي لها انا بتجرح لما بتقولي لي كده، وانا ما بحبش ده يحصل في حياتي، وانا باقي عليكي، وقولي لي انت بتعملي كده ليه، ايه اللي المطلوب مني عشان تبطلي تشعريني بالاهانه وتقلي مني كده، وانت ثابته وهاديه وعينيكي في عينيها. وده محتاجه تتمرني عليه، ومش لازم يجي من اول مره، ممكن كذا مره عقبال ما تعرفي تتماسكي وتعملي كده. لو قالت لك هو كده وانت تستاهلي، وفي ناس ما تجيش غير بالضرب فوق دماغها، الردود اللي انت ممكن تبقى بتجرحك اكتر، زي ما انت كاتبه كده، هي شايفه ان طريقتها صح وان انا استاهل الكلام ده. قولي لها انا قلت لك وانا مش هبقى بسمح بالكلام ده. وبعد كده لما تقول لك كلمتين زي دول بص لها في عينيها، سيبيها تخلص كلام. بعد ما تخلص كلام قول لها خلصتي؟ اسكتي كده لحظات. مش سهل والله، ما سهل انا عارف. اسكتي لحظات، قولي لها الله يسامحك ويهديكي، مش هرد عليكي. مره في مره في مره جربي بس، وادعي لها في الصلاه. هي هتشعر ان مفيش جدوى من سوء التصرفات اللي بتعملها معاكي بالطريقه دي. ربنا يقويكي ويصلح الاحوال يا رب.